شفت اللي ترابط بالحدود اللي رمت برواحها لأجل الوطن في التهلكة. سموا قطاع العسكرية من رتم ولا جنود أكثر ما يعرض للخطر واكثر ضحايا المعركة. الأمن يسهر لمننا واكثر عباد الله رقود والجيش يكفينا يدافع عن حدود المملكة. اسود يحمون الحمى والأمن بإذن الله يسود. هذه حقيقة واضحة ما هي علوم فبركة. من واجبات العسكري يوفي ويصدق في الوعود لكن من حقوقه علينا ندعمه ما نتركه. يا سيدي 90% من العسكر وزاد ما عندهم لأولادهم مسكن وبيت يملكه. وكيف ما يسكن وهو اللي عنده راحته يذود. يا سيدي والخير واجد والديار مشبكه. حتى رواتبهم بعد يومين ما هي في الوجود. ثلثينها للبنك والباقي فلا فيه بركه. تزيد فاتورة غلا الأسعار والجيد يجود ويجيك ساري يمص الدم ولا يسبكه. يا سيدي جودك يبل حلوق ويبرد قبول وطالنا تحتاج عطفك وانت عطفك ندركه. هم يستحقون الوفاء وانتم لها يا للسعود. اما ولا هم ضلع راسي والهوى ما حركه. لاحتجتهم تبشر بعزك يا وطن ورقى سنود. واللي طمع بك نكحل عيونه وخشمه نفركه. عاشوا حماة المملكة قال الروافض واليهود